ايه علاقة الرجولة بالشنب؟ والشنب راح فين؟ بعيدا عن شنبي طبعا، ملناش دعوة بالكلام ده. ولو صحيت من النوم او رحت قابلت صاحبتك لقيتها بشنب، هتعمل معاها ايه؟ تعالوا بينا يلا نشوف الناس ردت على كل الأسئلة دي وقالت ايه. الشنب راح فين؟ الشنب راح فين؟ في المسلسلات. فين ايه؟ الشنب موجود اهو. تمام. ايه راح فين؟ موجود اهو خده بقى، ربنا خده. راح فين؟ اتحلق. ايه الحلاوة؟ مصريين كلهم. كده عليه، ده موضة وطلعة جديدة، ضربونا شنبة كلهم. سليم الانصاري وكده. هو الشنب راح فين؟ طار. ليه؟ خد يا جدع. الشنب راح فين؟ نعم. الشنب راح فين؟ ما اعرفش راح فين الشنب؟ ولا ايه قصدك على الرجوله؟ ايوه. الرجوله ما بقتش موجوده خالص الصراحه خالص. طب ايه علاقة الرجولة بالشنب والناس ربطها ليه بالشنب؟ لا مالهاش علاقة خالص. لا مالهاش أي علاقة خالص. ليه الناس رابطة دايما الرجولة بالشنب؟ لا هي عادة خدوها قديمة فخلاص بقت فيهم، إنما هي مالهاش أي علاقة خالص. وايه رايك في البنات اللي بتبقى بشنب؟ كل واحد بقى الله أعلم، ممكن تكون هي سايباه. علاقة الرجولة بالشنب ملهاش أي علاقة. شايف اللي عادي، انا كنت مربي شنب وحلقت، يعني ملوش اي علاقه خالص. زي ما انت؟ زي ما انا راجل، ايوه اكيد يعني. ملهاش علاقة طبعا أكيد. ليه شنبك ده؟ ليه شنبك ده اصلا؟ ملهاش علاقة خالص. يعني انت بشنب ومن غير شنب، فانت اهو راجل. فانت راجل برضه. معروفة. اهو. هو مش انت؟ هو من غير شنب هو راجل عادي. من زمان كان رمز للناس اللي هو كل ما الراجل يبقى شعره كثيف، زي مثلا ايام الجاهليه كان الناس شعرها طويل، فكل ما يبقى شعرك طويل بتبقى اشد، والكلام الجميل ده. ايه رايك في البنات اللي بتبقى بشنب؟ البنات اللي بتبقى بشنب، والله يا جماعه الموضوع عادي، هو ملوش اي علاقه برضو بالانوثه وعادي يعني. ما عندهاش وقت، ودي مش حاجه، دي رفاهيات. زي ما انت بتحلق دقنك عشان تبقى واو طول الوقت. انا بحلق دقني عشان ابقى وانا رايح الجيش، بس غير كده ما بحلقش. احنا برضو مش مطالبين ان احنا نبقى على طول متحنتفين يعني. هي مالهاش اي علاقه. هم رابطين دايما الموضوع بان الرجوله بالشنب، ليه بقى؟ الشنب مجرد ستايل ليس الا، مش ملوش علاقه بالرجوله خالص. وليه ضرب فينا فجاه كده ان كل الناس بقت بشنبه؟ حلو، شكله حلو. يعني لو شنب تقيل هسيبه والله. هو كل واحد بيدور على اللي هو يثبت ذاته، واللي هو يقول لك انا موجود. يعني ليها علاقه بالرجوله. اثبات الذات. اثبات الذات. يعني الشنب ليه علاقه بالرجوله. ليه علاقه بالرجوله. في الاول قلت لي انه ملوش علاقه. بقول لك بتختلف بين واحد وواحد. مبدئيا مفيش علاقه خالص. طبعا اصل الرجوله مبدا، لكن الشنب ده شكل. لا تقريبا زمان، يعني زمان كانوا بيحبوا الحكاية دي، يعني كان دايما الراجل اللي شنبه كبير ده تحس ان هو صوته عالي كده وجعجاع ومالي مركزه يعني، فتقريبا هي جت من الحته دي. البنات اللي بتبقى بشنب. لا بنات تبقى بشنب ده حاجه تانية خالص نتكلم فيها، بس حياة ربنا في بنات كتير قوي بشنب. في والله كتير، وبشوف طبعا اكيد دايما في. تقول ايه بقى لما بتشوفهم؟ لا ما تحرج واحده تقول لها انت ايه الشنب ده؟ انت ما خدتيش شنبك ليه النهارده مثلا؟ لا مش ما توصلش، بس ممكن يعني بس بقرف كده والواحد يمشي يعني. هي الرجوله راحت فين؟ الرجوله راحت مشوار وراجعه، راحت تجاره هنا بتقدم. بس دراع عشان مزنقه الحديد. ما بقتش في مكان، هي بس مستخبيه وسط بني ادمين، بس موجوده يعني، بس في شباب معينه. الرجوله بايه؟ بالجيب. الرجوله بحاجه ثانيه. ايه الحاجه الثانيه؟ بالجيب. الحمد لله. الجيب المفروض يبقى عامل ازاي عشان تبقى رجوله؟ مليان بس الحمد لله. جيبه فاضي؟ مبقاش راجل. بتغلط في ناس كتير قوي، بتغلط في البلد كلها. لا هو الشنب زمان كان مش موضه وكده، بس هو كان بيقولوا عليه رجوله، بس هو دلوقتي بقى منظر. طب ايه رايك في البنات اللي فجاه كده بيبقوا بشنب؟ دي نص مصر بقى في شنبات فعلا. انت لو مصاحبتك قابلتها لقيتها بشنب هتقول لها ايه؟ لا روح احلقي دقنك وروح احلقي شنبك، استخدمي اي حاجه. تسيبها ولا تكمل عادي؟ بص انا هحاول اوعيها، عرفت ما عرفتش اسيبها.